مساء الخير عليكم. القصة المرة دي قصة فؤاد وسميحة بنت عمه. فؤاد كان طالب في ثانوية عامة وتعثر في الثانوية العامة دي 4 سنين 5 سنين. كان ثانوية عامة علمي، وبعد كده بعد ما تعثرت آه، أنا قلت له أنت واضح إن ميولك أدبية يا فؤاد، حول أدبي. قال لي أنا هرجع سنين تانية. قلت له ما ترجع أحسن، ما أنت مش عارف تمشي، في علمي. المهم دخل تانية ثانوي أدبي ونجح في تانية ثانوي أدبي، طلع تالتة وسقط في تالتة ثانوي برضه اللي هي العلم اللي هو كان بتاعته. المهم بقى ثانوية عامة أدبي نجح فيها وإيه ودخل كلية الآداب، وكان جاله الجيش. فإيه وهو في الأثناء دي سافر البلد عندهم في الصعيد في بني سويف، وقابل بنت عمه. بنت عمه كان اسمها سميحة. سميحة كانت لطيفة جدا وجميلة وأنثى قوي. المهم بدأت تحبه وهو كمان بدأ يحبها. فقصة الحب دي بدأت عمه حس ان هو بيحب بنت عمه. المهم هو زيارة عندهم، وبدأ سميحة كل شوية يتكلموا في الحب والحياة والجمال، وعايشين بقى في سعادة متناهية، وشايفين بقى الزرع جميل والعصافير بتصوصو وقصة حب بقى بحبك قوي يا فؤاد، وانا بحبك قوي يا سميحة، وحب بقى مهم في النهاية. كان ليه هو بنت عمة اسمها فوزية. فوزية دي كانت جد قوي. المهم دخلت ثانوية عامة، وصلت ثانوية عامة، وصدفة ان هو خلص الجيش ورجع كلية الآداب، لا فوزية معاه في نفس الكلية وفي نفس القسم. ياه، الاتنين دخلوا قسم تاريخ. وبدأت بقى هي عارفة قصته مع حبه بنت عمه سميحة. المهم فضلت فوزية مع فؤاد، وطالعين سنة بسنة، سنة أولى، سنة تانية، سنة تالتة، سنة رابعة، لغاية لما خلصوا الكلية. ورجعت بقى للبلد. الله. طب وبعدين؟ المهم هو كان لسه بيحب بنت عمه. المهم راح البلد وقعد حسبها بالعقل. قال بنت عمي تعليم متوسط، ودي ليسانس زيها زيي، ومعايا نفس الدفعة. طب ما اخدها، فوزية دي انسب ليا من بنت عمي. بنت عمه لسه بتحبه، هو لسه بيحبها، فوزية عارفة ان هو بيحب بنت عمه. المهم راح اتقدم لها، فوزية قالت لابوها يا بابا انا عارفة ان هو بيحب بنت عمه، ومع ذلك لو انت امرتني اني هاخده، هي بنت عمته. المهم فضل بقى هو مصمم. امها بقى وقفت في السكه، قالت انا مش عايزه بنتي تبعد عني، انا ما عنديش غير بنت واحده، وبنتي دي لازم تعيش معايا هنا في بني سويف، انا ما اسمحش انها تروح تعيش في مصر. وطبعا عمه كان مرحب انه ياخد بنت عمه. ف مش بنت عمه، بنت عمته. هي بنت عمته، وكان ياخد بنت عمته، وكانوا مرجحين انه ياخده لان هو كان شخصيته حلوه قوي. المهم في النهايه فؤاد ما خدش لا فوزيه ولا سميحه، ما خدش الاتنين. المهم فوزيه اتجوزت
وعاشت حياتها، وسميحة اتجوزت وعاشت حياتها. هو خد واحدة تالتة خالص من مصر، ولأن هو كان عايش في القاهرة وعاش معاها، وانتهت قصة حبه لسميحة وقصة خطوبته لفوزية. كل ده انتهى بالفشل، وبدأ يعيش حياته مع واحدة جديدة من غير حب، من غير حاجة، جواز صالونات عادي. وانتهت قصة حبه مع سميحة، وقصة خطوبته لفوزية. كل ده أصبح ذكرى.